في إطار إنشاء المغرب لدول المحيط الأطلسي لتشجيع الدول الإفريقية على إنتاج وتصدير منتجاتها عبر العالم، موريتانيا كانت كتستافد من الرسوم الجمركية اللي كتفرضها على المغرب في التصدير ديال المواد الفلاحية والصناعية لإفريقيا. إلا أنه بالخبث ديال الكبرناس ديال الجزائر أنهم مشاو لموريتانيا وحرضوهم على أنهم يفرضوا رسوم جمركية عالية على المنتجات المغربية، ويحاولوا ما أمكن يحصرهم في جميع النواحي، على أساس أن الدور اللي كتقوم به المغرب حاليا تقدر تقوم به موريتانيا كذلك، متناسيين الوضع الاقتصادي والاستراتيجي والتاريخي للمغرب والسياسي والدبلوماسي كذلك. إذا موريتانيا ضربها الله وتبعات يعني الطريق الكحله ديال الكبرانات، ومشات انها فرضات جمارك يعني رسوم جمركيه عاليه على المنتوجات المغربيه. ولكن يعني الدبلوماسيه المغربيه ما قاطعوا لا علاقات مع موريتانيا، ما سمعنا اخبار على السبان، ما سمعنا والو. قال لهم المغرب ماشي مشكل، هانيه عندكم السياده ديالكم، مرحبا. المغرب اشنو دار؟ دخل في التخطيط ديال المحيط يعني الاطلسي اللي هو فعلا غادي يدير فيه خطوط بحريه اللي هي غتمشي على السواحل ديال المحيط الاطلسي، وهذا هو المعنى ديالها. وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. وفعلا بالنظر ان المغرب طور بزاف في هذا يعني الموانئ ديالو، وصل لواحد المرحله اللي هي انه وصل للمرحله الرابعه في النموذج ديال الموانئ في العالم. يعني المرحله الرابعه يعني واحد المرحله اللي هي ما كتبقاش غير في التصدير العادي، ولكن كتكون فيها التصدير وكيكون فيها التصنيع وكيكون فيها اعاده التصنيع واعاده البيع. يعني ان الدول في العالم كيقدروا يجيو الموانئ ديال طنجة ولا ناظور الغرب ولا ديال اكادير ولا ديال الداخله، يعني ودي كونتينر كبار، يعني دي باطو اللي هما سبيسيال كبار خاصين بهذا النوع هذا ديال الموانئ، و يعني واحد التجاره اللي هي عالميه كبيره. وهكا كيولي المغرب يعني واحد السونتر ديال العالم تقريبا غادي يوليه في المستقبل ديال التوزيع ديال المواد ديال يعني جميع المواد الصناعيه الفلاحيه التجاريه. اذا موريتانيا فرضت هذا النوع هذا ديال الرسوم الجمركيه العاليه، والمغرب اختار انه ينقل السلع ديالو عن طريق البحر، من انطلاقا من الداخله واكادير الى داكار، وبعد ذلك غادي يكونوا يعني موانئ اخرى في افريقيا اللي المغرب غادي يدير معاهم الشراكه وغادي يوزع عليهم. وهكذا كتولي موريتانيا يعني خارج التغطيه وما كتستافدش من هاد الملايين ديال الدولارات اللي كان المغرب فعلا كيساعد فيها الاقتصاد الموريتاني. اذا كما كتشوفوا طريق الكبرانات الطريق كحله فوالا، وتبعوا الطريق ديال الفقر وديال الديكتاتوريه وديال الحقد. هانتوما كتشوفوا النتيجه ديال الموريتانيين. كوكو طمينوت عندهم، الطاجين عندهم ما كيلقاو حتى ما يطيبوا، عندما خيزوا وحده كيقسموا على سيمانه. بالعكس ان الدول الساحل الحمد لله دايرين الكاميلات ديالهم، دايرين كوكوطات ديالهم، كيتشطشوا اللحم والخضره ديال المغرب والمطيشه ديال المغرب والليمون ديال المغرب، واكلين شاربين كلشي مبرع الحمد لله، من فضل الله من فضل المغرب. افريقيا ان شاء الله غادي تعيش، وكيبقاو الجيران مساكن الكبرانات كيبقاو يعني فوالا يتهلاو هما في داك اش كيسميوها طايح من سكران وطايح من الدروج. عند واحد الماكله سميتها سكران طايح من الدروج، فوالا يعني يسيروا يقسموها مع يسيروا دابا الموريتانيين ياكلوا معاهم هذيك السكران ويطيحوا كاملين في الدروج. وعلى هذا الشيء اللي بغيت نقول لكم، تهلاو ليا في راسكم.